السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما زلنا نتكلم عن علو الهمة. مرحبا بكم أيها السابقون، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. النهاردة الحلقة رقم 20، وربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين ويحفظكم من الليلة دي. هتبدأ الليالي الوتر اللي بنلتمس فيها ليلة القدر، فاوعوا تنسوا يا جماعة، ربنا يحفظكم. يعني نشد العزيمة من النهاردة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى العشر الأواخر يعني شد المئزر واجتهد في طاعة الله عز وجل أكثر وأكثر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في القمة في طاعة الله وفي عبادة الله، لكنه كان يشتد أكثر وأكثر في العشر الأواخر التماسا لليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. نزلنا نتكلم عن علو همة النساء، وعلو همة النساء الحقيقة ليس له نظير. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت امبارح عن قصة امرأة فرعون. امرأة فرعون لما شافت موسى عليه السلام وقالت: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. امرأة فرعون آمنت، وفرعون يعني عرف ان هي آمنت، وبدأ يعذبها، وبدأ يخلي الجنوب بتوعه يطلعوها بره ويعذبوها في حر الشمس. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: فكانت الملائكة تظلها بأجنحتها في نحر الظهيرة. يعني هي الشمس نقحة في دماغها جامد جدا وهي بتعذب، وكانت الملائكة تظلها بأجنحتها. وقدر الله عز وجل ان فرعون خلاص قرر ان هو ينتقم منها ويموتها، فكانت الهمة العالية تمنت، لا أقول تمنت الجنة فحسب. قال جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فاختارت العندية، اختارت الجار قبل الدار. قالت ايه؟ رب ابن لي عندك أنت بيتا في الجنة. يعني ولله المثل الأعلى. كانوا بيقولوا دايما ان الجوار الطيب ما هوش ببلاش. الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه كان يسكن في بيت، كان كل واحد ليه بيت صغنطط كده على قد، لكن كان منعزل، يعني ما كانش ادوار وحاجه زي كده. المهم، فكان الرجل الذي يمتلك بيت الامام احمد كان هو نفس الرجل الذي يمتلك بيوت كثيره جدا حول بيت الامام. فجه يأجر البيت الامام احمد، اجره له بحوالي 10 دنانير. جه يأجره بقى للراجل اللي سكن جنبه، فراح مأجره له ب 40 دينار. فالراجل تعجب، قال له: يعني هو البيت غلي؟ قال له: لا ما غليش، هو نفس السعر 10 دنانير. قال له: امال انت هتأجره لي ب 40 ليه؟ قال: 10 دنانير ايجار البيت و30 دينار لجوار الامام احمد. هي يعني هي الجيره دي ببلاش؟ الجيره دي مش ببلاش. وفي ارض الواقع في الوقت الحالي، في وقتنا المعاصر ده، احد مشايخنا ربنا يحفظهم كان اخذ قطعه ارض في مكان، وقطعه الارض ديت كان المتر فيها اظن على ما اذكر كان بحوالي 300 جنيه. ولما خد قطعة الأرض ديت والناس عرفت إن الشيخ خد قطعة الأرض في المكان دوت، فحبوا يسكنوا حوالين الشيخ عشان يبقوا في جوار هذا الشيخ الفاضل. فزاد سعر الأرض تاني يوم ل1000 جنيه. فلما راحوا للراجل اللي بيبيع الأراضي دي كلها قالوا له: طب ما أنت لسه بايع للشيخ ب 300؟ أيوة. قال لهم: أيوة 300 جنيه ثمن الأرض و700 جنيه لجوار الشيخ. فالحياة دي مش ببلاش، ولله المثل الأعلى. فما ظنك بجوار مالك الملك وملك الملوك جل جلاله. فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. العجيب في الموضوع أن فرعون في آخر ما زهق منها أمر الحرس أنه يمسكوا حجر كبير جدا ويضربوه في رأسها عشان تموت. قالوا: فوجدوها وهي يلقى عليها الحجر وهي تبتسم فظنوا أنها قد جنت، أن هي اتجننت. قال أبو هريرة: ولكن الله عز وجل رفع لها بيتها في الجنة، فلما رأته تبسمت فظن الناس أنها إيه؟ أنها قد جنت. يا الله، مثل عظيم جدا جدا. ولذلك يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أسر امرأة فرعون ولا ينساها أبدا. في الحديث الذي رواه البخاري يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يا سبحان الله. يبقى شاهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالكمال، وشاهد لمريم بنت عمران بالكمال بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فشوف، تخيل بقى لما امرأة تصل علو همتها لدرجة أنها من بيت فرعون وتترك هذا الثراء وهذا النعيم، وهي زوج من؟ زوج فرعون، اللي هو كان من أعظم ملوك الأرض في هذا الوقت، وكان يعني يمتلك ثروة لا تقدر بمال. شيء عجيبة جدا، يعني ثروة لا تخطر على قلب بشر. ورغم ذلك تركت الثراء والقصر والنعيم والخدم
والحشم والطعام الجميل، وكل ده من أجل أن تفوز بجوار الله سبحانه وتعالى. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. شوف الهمة قد إيه إن امرأة تترك كل هذا النعيم، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منهم بفضل الله. فعلا ربنا عوضها خيرا منها، وسبحان الله. ويخلد الله ذكر آسية امرأة فرعون في كتابي، في أعظم كتاب من كتبي، ألا وهو القرآن، إلى يوم القيامة. آيات بنتلوها وبنقرأها إلى يوم القيامة. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. كما قالت امرأة فرعون رحمها الله رحمة واسعة، وجمعنا بها في الفردوس الأعلى. ده مثل عظيم جدا جدا. فين بقى أختنا المسلمة النهاردة اللي بتثبت على دينها؟ فين النهاردة الأخت اللي النهاردة تكون لابسة الخمار، تاني يوم تقول أصلي في البيت ضايقوني فاضطررت إن أنا أخلعه، أصلي خطيبي قال لي بلاش عشان يعني عايزين بقى نعيش حياة كده يعني جميلة وننبسط ونتمتع ومش عارف إيه، فراحت قلع الخمار. فين اللي لبست النقاب وزوجها غصب عليها راحت خلع النقاب؟ فين وفين وفين؟ فين الثبات بتاع الأخوات ربنا يبارك فيهم؟ فين الأخت اللي بتثبت على دين الله وتقول والله مهما حدث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، إن شاء الله لازم أثبت على ديني وربي ولادي على الثبات دوت، وربيهم على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. عايزين نساء بالمنظر ده. فلو كان النساء كمان ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. فإذا يعني محتاجين أمثلة نادرة وجميلة من أمثلة هذه النساء الصالحات. تعالوا نشوف المثل الثالث الجميل، مثل أمنا عائشة. وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد، نوع من الطعام الجميل، كفضل الثريد على سائر الطعام. أمنا عائشة يعني كتير من طبعا من المستشرقين وقعدوا والعلمانيين قعدوا يتكلموا، معقولة يعني أمنا عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها 9 سنوات؟ مين قال الكلام ده؟ طب الحديث في البخاري يا جماعة. قالوا ولو كان في البخاري، إزاي واحدة تتزوج وعندها 9 سنوات؟ أقول لك حاجة بسيطة خالص، مش هنروح بعيد. أمنا عائشة كانت يعني عايشة من كام سنة؟ من حوالي 1400 وشوية. طيب ده احنا نتكلم بس في 100 سنة فاتت. ستي وستك وجدي وجدك وعمتي وعمتك والناس الكبار دولت، يعني ربنا يرحمهم جميعا رحمة واسعة، كانوا بيتجوزوا عندهم كام سنة؟ أنا نفس واحد سائل واحدة قريبتي، كانت ست كبيرة جدا، بقول لها حضرتك اتجوزت عندي كام سنة؟ هي عمتي بس مش أخت أبوها مباشرة، هي بنت عم والدي. اتجوزت يا حاجة عندي كام سنة؟ قالت لي يا ابني والله ده أنا يعني كنت خلاص هبور، ويعني اتجوزت متأخرة شوية، اتجوزت عندي 11 سنة. فتخيل الكلام ده من كام سنة؟ من أقل من 100 سنة. اتجوزت عندها كام سنة؟ 11 سنة. 11 سنة؟ قالت طب وكنت يعني قايمة بالبيت؟ قالت يا ده أنا من 8 سنين وأنا بقوم بالبيت كله. تخيل. فارجع بقى ورا بقى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، 8 سنوات ديت ولا 9 سنوات كانت امرأة بتقوم بالبيت وتقوم بأعباء البيت وتخدم وتكنس وتطبخ وتعمل كل حاجة. غير ان البنت اصلا في ارض الجزيرة والاراضي الاماكن الحارة تبلغ قبل البنت اللي بتعيش في الاماكن الجليدية، ممكن تبلغ عندها 8 سنوات كمان. يعني شوف قد ايه. فهي امرأة تحمل هم الأسرة وتراعي الزوج والبيت وكل حاجة، فلا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي عندها بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنوات رضي الله عنها وارضاها. مات النبي صلى الله عليه وسلم، عاش معاها كم سنة النبي عليه السلام؟ حد فاكر؟ 9 سنوات. مات وعندها 18 سنة. وكانت في ال9 سنوات ديت كانت تحمل علما لا يخطر على قلب بشر. ليه؟ لما أم سلمة كلمت النبي عليه السلام في أمر عائشة، قال يا أم سلمة لا تغضبيني في عائشة، أو لا تكلميني في أمر عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن إلا عائشة. ولذلك كان حتى بعضهم يسموها إيه؟ يسميها بيت الوحي، يسمي بيت أمنا عائشة بيت الوحي. أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها ما نزل الوحي في بيت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. طبعا تعلمت أشياء من النبي عليه السلام، أنها كانت أكثر اطلاعا على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه السلام بره البيت الصحابة شايفينه، إنما جوه البيت ما حد شافه إلا زوجته صلى الله عليه وسلم. فكانت تنقل أحوال النبي وأفعال النبي وكلمات النبي وعبادة النبي، كانت تنقلها للأمة وتعلم الأمة رضي الله عنها وارضاها. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعندها 18 سنة. فضلت عايشة بعد موت النبي عليه السلام 47 سنة تبلغ الناس وتبلغ الأمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني كانت مثالا عظيما للمرأة العالمة والداعية اللبيبة رضي الله عنها وارضاها. حتى قال الزهري والله لو جمع علم النساء جميعا لفضل عليهم علم عائشة
أو لو فضل عليهن أو لكان علم عائشة أوسع من علم النساء جميعا رضي الله عنها وارضاها. وكان مسروق يقول: والله لقد رأيت مشايخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة عن الفرائض. تخيل بقى علماء الصحابة كان لما تقف قدامهم مسألة كان يسألون عنها عائشة رضي الله عنها وارضاها. وده بيدينا برضو حافز كده احنا نتكلم مع أختنا المسلمة على علو الهمة في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أخبارك إيه؟ أخبارك إيه مع طلب العلم؟ والله يعني بدأت أحفظ قرآن والحمد لله ختمت جزء عامة وكنت داخل على جزء طوارئ، بس حصل بقى ظروف وانشغلت وانت عارف الدنيا ومشاغلها. يقول عايزين عزيمة وعايزين همة وعايزين قوة في طلب العلم. خذوا ما آتيناكم بقوة. الشيء الوحيد اللي ربنا أمر بيه نبينا صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه المزيد اللي هو العلم فقط. وقل رب زدني علما. ما قالش قول وقل رب زدني مالا، زدني صحة أو قوة أو جمالا، أبدا. الشيء الوحيد الذي أمر الله عز وجل حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه المزيد هو العلم. وقل رب زدني علما. فين العلم؟ العلم هتتعلمي ازاي ان انت تصلي، ازاي تصومي، تتعلمي عشان تدعو الى الله وتعبدي الناس من حولك لله سبحانه وتعالى. وبعدين في فروض اعيان على كل امرأة لازم تتعلمها: فقه الطهارة، فقه الحيض والنفاس، فقه الصلاة، فقه الحج لو هتحجي، فقه الصيام داخل علينا صيام رمضان، فقه الزكاة لو عندك مال وهتزكي. يعني كل هذه الأشياء ده فرض عين عليك، لازم بصرف النظر هتكوني عالمة ولا مش عالمة، ده فرض عين عليك، لأن أنت بتمارس العبادات ديت بدل ما تمارس العبادات غلط. وكثير من النساء لحد يومنا هذا لا يتعلمن فقه الحيض والنفاس وهذه الأشياء، ودي أمور يعني لا تصح العبادة بدونها. يعني ممكن هي تصوم في وقت يعني يحرم عليها الصيام فيه، وممكن تفطر في وقت يحرم عليها الإفطار فيه، فلا بد أن تتعلم هذه الأشياء. عايزين نشوف أمثلة عظيمة جدا من المرأة العالمة، ودي أنا أتكلم عنها إن شاء الله حينما نتكلم عن علو الهمة في طلب العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف مثال تاني أو مثال رابع بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أمنا زينب بنت جحش. والحقيقة الأمثلة كثيرة وعظيمة وجميلة ومتنوعة، كل مثال يخص مسألة معينة. يعني زينب بنت جحش، وانتم عارفين طبعا قصة زواجها من زيد ابن حارثة. زيد ابن حارثة اللي النبي عليه الصلاة والسلام تبناه في الأول، فلما نزل تحريم التبني ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. فنزل التحريم، فكان الأول كان اسمه زيد بن محمد، ثم بعد ذلك عاد إلى اسمه الحقيقي اللي هو زيد ابن حارثة. زيد بن حارثة كان عبدا من العبيد، أهداه حكيم بن حزام لما اشتراه من سوق عقاد، وأهداه لعمته خديجة. فخديجة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ادته هدية للنبي عليه الصلاة والسلام لما لقيته بيحبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعتقه وخلاه يعني بقى مولى من الموالي، هو كان مولى النبي عليه الصلاة والسلام. حب يجوزه من مين؟ من بنت عمته، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي زينب بنت جحش. كانت حسيبة جميلة وضيئة نسيبة غنية، يعني يتمناها علية القوم في قريش. فقال لها عايز أجوزك زيد بن حارثة، فرفضت في بداية الأمر. فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقفين يعني خلاص، وقفين عند الحق. المسألة يعني إيه؟ يعني طالما ربنا أمر خلاص، فاهم إزاي؟ وده بيفكرني بمثل جميل هقوله لك بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك، طبعا عارفين الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة، كان بيعطي دروس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يعمل مجالس للفتية. أي حد عايز سؤال يخش على الإمام مالك يسأله. وكان تلميذه الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. الإمام مالك قاعد على الكرسي بتاعه ويجي له السائل يسأله، والإمام الشافعي قاعد في مؤخرة المسجد. بعد ما السائل يسأل الإمام مالك وياخد منه الإجابة، يوم الإمام الشافعي مصدره: تعالى ما السؤال وما الإجابة، عشان يتعلم حاجة جديدة. فالمهم جه واحد من الناس دخل على الإمام مالك قال: يا إمام لقد أقسمت على زوجتي وقلت لها أنت طالق إن لم تكوني أحلى من القمر. فالإمام مالك قال له: طبعا زوجتك مش هتكون أحلى من القمر. فوقعت طلقة وما تعودش تاني للموضوع دوت وبلاش كده. قال له: حاضر. مشي. قابل مين بقى؟ قابل الإمام الشافعي. فقال الإمام الشافعي: ما السؤال وما الإجابة؟ قال له: سألت الإمام مالك فقلت له أنا قلت لزوجتي أنت طالق إن لم تكوني أحلى من القمر، فقال لي زوجتك طبعا مش أحلى من القمر، فكده اتطلقت. فالإمام الشافعي قال له: لا، زوجتك ما اتطلقتش. قال له: ليه؟ قال له: إن زوجتك أحلى من القمر. فالراجل اتغاظ قال له: أنت شفتها؟ قال له: لا ما شفتهاش، لكن أما سمعت قول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
إيه رأيك؟ فتقويم خلق الإنسان أجمل من تقويم خلق القمر. قال له نرجع لإمام مالك، قال له نرجع لإمام مالك. فدخل الإمام الشافعي مع هذا الرجل للإمام مالك، فالراجل قال له يا إمام أنا سألتك بكذا قلت لي كذا، والشافعي بيقول لي كذا. طبعا لو واحد غير الإمام مالك قالوا له يعني كده يعني برضه قدام الأجانب ولا بتاع، فاهم ازاي وتكسفني وعند أنت تلميذ، يعني ما ينفعش العين تعلى على الرأس والكلام ده كله. فكان لكن عندهم زي ما قلت لك كده وقافين عند الحق. فقال الإمام مالك كلمته الشهيرة: الحق أحق أن يتبع، أخطأ مالك وأصاب الشافعي. يا الله. فأمنا زينب بنت جحش أول ما نزلت الآية قالت: يا رسول الله أترضاه لي زوجا؟ قال: أجل. قالت: إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها زيد بن حارثة، حصلت ما بينهم خلافات زي ما بيحصل في أي بيت، وبعد سنة طلقت. فلما طلقت وهي التي أطاعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت المكافأة مضمخة بطيبها وعطرها من عند مالك الملك وملك الملوك. فنزل قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. جاء الأمر بزواجها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمر من مالك الملك وملك الملوك. ولذلك جاء في البخاري إنها كانت تتفاخر على أزواج النبي عليه السلام، تقول إيه؟ زوجكن أهاليكن، أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق 7 سماوات. زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها كانت مثل عظيم جدا في العبادة لا تخطر على قلب بشر. وصل بها الأمر يا جماعة من قيام الليل والعبادة وقراءة القرآن والذكر، إنها كانت عاملة حبل لنفسها في المسجد، حبل من الحيطة دي للحيطة دي ربطاه. فكانت تقف تصلي، ولما خلاص تتعب وتصل بها درجة الإعياء كانت تتسند على الحبل وهي واقفة. حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد كما في الصحيح، فرأى الحبل فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب. تصلي فإذا فطرت استندت عليه. قال: حلوه، حلوا الحبل ده ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر أو كسل أو مرض فليقعد. شوف بقى منهج النبي عليه السلام. فكانت قمة في العبادة. فين النهارده الأخت المسلمة اللي بتصلي قيام ليل، مع إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم وصانا بقيام الليل، قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنهاة عن الإثم وقربة إلى الله عز وجل وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. فين قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء، فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فين احنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي علينا: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. فين احنا من قيام الليل؟ فين يا أخت ربنا يبارك فيكي دركتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها؟ فين احنا من قيام الليل؟ فين احنا من الوقت الجميل ده، وقت السحر والاستغفار في السحر ده من أوصاف أهل الجنة والمستغفرين بالأسحار. فربنا يجعلنا وإياكم من أهل القيام ومن أهل الصيام. فكانت أمنا زينب كانت قمة في العبادة بفضل الله، فوق ده كله كانت قمة في الإنفاق والصدقة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: في يوم من الأيام قاعد مع زوجاته فبيقول: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. اللفظ واضح: أسرعكن لحاقا بي، أول واحدة فيكم هتموت بعدي هي أطولكن يدا. طبعا إيه، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يجتمعن عند عائشة، ويلا كل يوم يقف، كله مد إيديه، فيمد إيديهم. طبعا أطول إيد مين؟ يد سودة. تمام كده. سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها كانت ما شاء الله ضخمة، فكان إيديها طويلة جدا. فقالوا بس يبقى سودة اللي هتموت إيه بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فماتت زينب بنت جحش. قالت عائشة: فعلمنا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من طول اليد، أي طول اليد في النفقة والصدقة. وكانت أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وإيثارا وإنفاقا هي زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها وجميع نساء المسلمين. شوف قد ايه بقى ما شاء الله العبادة تولد عند الإنسان الزهد، والزهد يولد عند الإنسان النفقة والإيثار والصدقة والإحساس بالفقراء واليتامى والأرامل والمساكين. كل هذه الأشياء سلسلة متصلة من العبادات التي تجعل الإنسان يقترب من ربنا سبحانه وتعالى شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى أعلى درجات الجنة. وزي ما قلت لكم: من أراد المنزلة العليا في جنة الرحمن لابد أن يكون في أعلى منزلة في طلب العلم، في العبادة، في الدعوة إلى الله عز وجل، في الإيثار والإنفاق أيضا في سبيل الله سبحانه وتعالى.
تعالوا نشوف برضو مثل جميل جدا جدا في علو الهمة في الثبات على الحق حتى آخر لحظة في عمرها. أول شهيدة في الإسلام، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يكون أول شهيدة في الإسلام امرأة، ما تكونش رجل. ليه؟ كأن المولى عز وجل يقول يا أيها المسلم أيها الرجل، عيب قوي أن يكون أول واحدة شهيدة في الإسلام امرأة وأنت مش عايز تصلي. عيب قوي أن يكون أول واحدة ضحت بحياتها امرأة وأنت لحد الآن عاقب والديك. عيب قوي قوي أن أنت تكون أول شهيدة في الإسلام امرأة وأنت لحد النهاردة مش قادر تقدم أي خدمة لدين الله سبحانه وتعالى، كأن هذه رسالة يعني. فأول شهيدة في الإسلام هي سمية أم عمار. عمار بن ياسر هو أبو ياسر وأمه سمية كانوا أغراب عن البلد، فما كانش لهم حد أصلا يحميهم. ولذلك خد بالك من حاجة، يعني سيدنا بلال لما كان بيعذب كان مين اللي بيعذبه؟ الرجل الذي يملكه، عبد الله بن أبي أمية. إنما عمار بن ياسر اللي ما كانش في حد معين بيملكه، فكان مكة كلها بتشترك في تعذيبه وهو أبوه وأمه. ومين اللي شايف الكلام ده؟ عمار. تخيل بقى حضرتك لما تكون واقف في مكان كده وبيقول لك لازم ترتد عن دينك، خد بالك، وإلا أمك هتتقتل وأبوك هيتقتل قدام عينيك. مين يتحمل الكلام ده؟ أكيد مع أول لفظ هيطلع منهم هتقول لا خلاص أنا يعني بره الموضوع عشان ما أقدرش أضحي بأم وأبويا. لكن هم ما كانش عندهم الكلام ده خالص. هو كان عنده أهم حاجة في الدنيا دي كلها إنه ربنا يرضى عنه، إنه يفوز بجنة ربنا، إن يكون بيعمل حاجة تقربه من ربنا أيا كان بقى، هيضحي بالأم بالأب بنفسه بماله بأولاده، المهم إن يكون ربنا راضي عنه وبس. بالفعل جاء أبو جهل عليه من الله ما يستحقه، وبدأ يساوم سمية أم عمار على أنها تكفر بالله عز وجل، فرفضت. فأراد منها أن تسب النبي صلى الله عليه وسلم فرفضت، فطعنها برمحه في موطن عفتها فقتلها. فكانت أول شهيدة في الإسلام سمية أم عمار. طبعا يضرب بها المثل في الثبات وفي اليقين وفي الثقة والتوكل على الله عز وجل وفي محبة ربنا سبحانه وتعالى وفي التضحية والفداء، يضرب بها المثل في كل هذه الأشياء. ثم بعدها مباشرة قتل ياسر والد عمار، وعمار ينظر، واشتد التعذيب بشكل لا يخطئ. وذلك سبحان الله خد بالكم كان من أعظم أسباب ثباتهم بشرى بقى التي ساقها المولى عز وجل على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه السلام كما عند الحاكم بسند صحيح كان يمر على عمار وأمه وأبوه ويقول إيه؟ اصبروا آل ياسر، اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الله. أو في رواية صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فتخيل لما النبي عليه السلام بيقول لهم معلش اصبروا شوية، أنا عارف إن العذاب شديد، اصبروا شوية فالموعد بتاعكم في جنة الرحمن. طبعا ده ينسيهم كل بلاء وكل شقاء وأي تعب وأي مشقة طبعا لازم ينسوها بعد ما يسمعوا هذه الكلمة من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. عمار بن ياسر قعدوا بقى زودوا عليه العذاب بعد ما قتلوا أمه قدام عينيه وقتلوا أبوه قدام عينيه، واشتد العذاب على عمار بن ياسر حتى أرادوا منه أن ينال كلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقالها. شدة العذاب، مع إنه خد بالك من حاجة، مع إن نزل العذر ونزلت الرخصة من عند المولى عز وجل هؤلاء المعذبين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني أنت لو أكرهوك على هذه الكلمة يا عم قولها مش مشكلة، قال لك آلات والعزى إلهان من دون الله، أي إلهام من دون الله، خلاص وأنت قلبك مطمئن بالإيمان فقول الكلمة عشان تخلص من العذاب دوت. كل الصحابة أو اللي تعذبوا دولت خدوا برخصة إلا بلال الوحيد الذي ثبت آلات والعزى إلهان من دون الله يقول أحد، ويفضل كده يعذب حتى يعني اشتراه أبو بكر من عبد الله بن أبي أمية ب10 أواق من ذهب وأعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. فعمار بن ياسر نطق كلمة في حق النبي لكن غصب عنه من شدة العذاب فأطلقوه سابوه. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وهو يبكي فقال ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله، ما زالوا بي يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي وهو يتبسم وكيف تجد قلبك يا عمار؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. شوية عيال تعبانين يعني، أول ما يقول لك تكفر قول له كفرت، يلا خلاص هي كفر خلاص، فاهم ازاي؟ يعني بس قول لهم أي كلمة وانفد من العذاب ده. قال فإن عادوا فعد، فنزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فدي أمثلة عظيمة جدا للثبات على دين الله سبحانه وتعالى. النهارده مع أقل فتنة يا جماعة بعض البنات بيفتنوا ويتركوا الحجاب، ولذلك أنا لما بتيجي واحدة تسألني النهارده ألبس نقاب ولا ما ألبسوش؟
قول لها شوفي نفسك الاول، هتثبتي ولا مش هتثبتي؟ حاسه ان انت ان شاء الله يعني قد الموضوع ده؟ لان هتلبسي النقاب النهارده هتلاقيها بعد اسبوع هتبقى فتنه لغيرك. لا، اذا كنت انت حاسه ان انت تقدري تقومي بالموضوع دوت على اكمل وجه بفضل الله سبحانه وتعالى، وان انت تحافظي على الدين وتكون صوره طيبه للمسلمه، ما شاء الله البسي. والا النهارده لو واحده لبست نقاب وماشيه في الشارع وصوتها عالي وبتهزر مع البياعين وبتضحك وتهزر يبقى ايه فايده النقاب في الوقت ده؟ بالعكس، ممكن يبقى صوره سيئه جدا عياذا بالله لاي مسلمه ملتزمه. شاهد في الموضوع، عايزين الثبات. اخواتنا ربنا يبارك فيكم، الحمد لله اديكم بتصوموا في رمضان صيام وقيام قراءه قران وذكر الله وعباده ما شاء الله. بعد رمضان بقى فين الثبات؟ كل لما تيجي بعد رمضان تلاقي نفسك بترجع لورا. افتكري سميه اللي ثبتت لحد ما اتقتلت. افتكري آسيا امرأة فرعون اللي لحد آخر لحظة كانوا بيعذبوها علشان تخرج عن دينها وترجع مرة تانية تعبد فرعون من دون الله، ولكن أبدا ثبتت وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هي دي المسألة، الثبات يا أخوات. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويحفظكم من كل سوء، يجمعنا وإياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.